الرباعيات دي نوع من انواع الشعر. آه، بيبقى في 4 ابيات، 4 سطور، يعني بالنسبه للناس اللي يعني اللي المصطلح ممكن ما تبقاش عارفاه. الفكره كلها انك بتقول الحدوته كلها في 4 ابيات بس، في 4 سطور. تختصر الفكرة كلها بالظبط. في 4 أبيات. بالظبط، وبيبقى فيها نوع من مش أي حد يقدر يعملها. بالظبط كده. وبيبقى احيانا بيبقى فيها نوع من الحكمه. يعني هي الفكره كلها انها بتختصر حدودها فعلا في 4 ابيات. واللي خلاني اكمل في موضوع فنون الرباعيات اللي هو ما بقاش موجود دلوقتي طبعا. عمنا صلاح جاهين كان شهير صح. برباعياته طبعا العظيمه، بس كان بقاله فتره، فهو اللون ده مش موجود دلوقتي. وحاليا الشباب ما للاسف يعني ما بقاش ليها خلق على القرايه، صح. ان هو يقرا فلما حاجات يقرا حاجة مختصرة فالحمد حلوة. لله. الحمد لله الحمد لله. الموضوع لقى يعني اعجاب ناس كتير جدا، الحمد لله يعني. وحتى في ناس مش بتحب القرايه شجعهم على القرايه وخلاهم يقروا، وخلاهم ياخدوا حاجات كتير رباعيات ياخدوها يحطوها على السوشيال ميديا وبمختلف الاعمار. يعني انا السلوجان بتاعي، الشعار اللي كاتبه على ظهر الاغلفه كلها: بنسبه 100% هتلاقي نفسك في رباعيه. قوليها كده، اقلب الكتاب يمكن الناس تشوفه. الكفر اهو، ده الجزء السابع، اخر جزء ده اهو كده الكفر. ظهر للكاميرا. ده الجزء السابع، اخر ديوان نزل، اخر جزء نزل. تمام. ورينا بقى الظهر. وده الظهر. بنسبة 100% 100% هتلاقي هتلاقي نفسك نفسك في رباعيه. الله، حلوة.